كيف بدنا نعمل النوجا بالفستق الحلبي بالبيت بأسهل طريقة. شوفوا قوامها ما أحلاه طالع. بدي كاستين من السكر، هي أول كاسة وهي ثاني كاسة. بدي أضيف عليهم كاسة من المي. نشغل عليهم الغاز. هلا هيك بلش يغلي عند القطر. بدي أضيف عليه رشة ملح ليمون صغيرة. هلا بدي أوطي عليه الغاز على الأخير وخليه يغلي لمدة 10 دقائق. كاسة واحدة من الفستق، كمان نص كاسة. بدي حمصهم بشكل بسيط، بس لازم ضل عم حركه بهذا الشكل. هلا هيك بعد 10 دقائق بنغلي القطر. شايفين كيف صار لونه؟ اول ما يتغير اللون تطفوا عليه الغاز مباشرة عشان ما يحترق معي. 100 جرام من الزبدة. نضيف فوق الزبدة القطر. بسم الله. هلا هيك دابت عندي الزبدة. كاستين ونص من الحليب البودرة. هاي تاني كاسة. كمان نص كاسة. نص معلقة صغيرة من الهيل الناعم. برجع حرك بشكل منيح. بضيف عليها الفستق. برجع بعجين. بدي اجيب بايركس بهذا الحجم، حط عليه ورقة زبدة، بدي اوزع عليه العجينة. بعد ما فردتها بهذا الشكل صارت عندي مثل القالب، بردت عندي بشكل منيح. هلا بنشيلها من البايركس. هيك بعد ما قطعناها بهذا الشكل. ايه مقطيبها.